اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده بقى مش هنعمل مع بعض غدا، عندنا اكل بايت. تعالوا بقى نعمل روتين مع بعض كده وننظف الشقه. بقالي كتير ما طلعتش معاكم روتين، وحشتوني كتير، بحبكم في الله. لو لسه اول مره تشوفوني، دي قناتي وانا اسمي ناديه. لو عجبكم الفيديو بتمنى تحطوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في قناتنا يضغط تحت الفيديو كلمة اشتراك بالأحمر، يضغط عليها ويفعل الجرس على كلمة الكل علشان يوصلوا مني كل إشعار فيديو جديد أنا بنزله، فضلا وليس أمرا إخواتنا وحبايبنا. زي ما انتوا شايفين بقى كده، أنا يومي بيبدأ إزاي عند حماتي. أولا الجديد معايا ولسه ما يعرفنيش، أنا بصور هنا عند حماتي يا جماعة، دي شقة حماتي. أول ما باجي كده ده يومي، أول ما بيبدأ يومي معاكم كله زي ما انتم شايفينه معايا. أول ما بدخل كده بغير هدومي طبعا، وبعد كده بندخل نشوف هنعمل ايه. الاول نروق وننظف الشقه الاول. ربما حد يدخل علينا، حد يجيلك ضيف من غير ما يكوني ما تعرفي، او حد يطب عليكي، تبقى شقتك نظيفه. وبعد كده بقى تدخلي على المطبخ تشوفي هتعملي ايه. زي ما انتوا شايفين قلت بقى اشيل الحتت بتاعه الكنب دي، اللي هي اللي انا بشيلها دي، هشيلها بقى لان الحتت دي بجد بتحمي الفرش بتاع الكنب. لو في اي حاجه طبعا الولاد بيهرسوا، دي شقه عيله يا جماعه، الكل بيجي، ما تقدريش تقولي لحد ما تبهدلش. فطبعا زي ما انتم شايفين كده قلت اشيل بقى الفرش كله، واشيل الحتت بتاعه الكنب الاول ننضفها ونغيرها ونحط حتت نظيفه. وهنشيل السجاجيد برده مع بعض كده، هاخدها بره على السلم انفضها. وهنمسك بقى الشقه نروح مش فرشينها كده، مسحينها الاول بالشرشوبه، هكنس الاول وبعد كده همسح بالشرشوبه. كده كنت لميت السجاجيد كلها بتاعه الصاله وبتاعه الطرقه دي، كده الطرقه. قلت هكنس بقى، معلش سامحوني الاضاءه مش قوي، انا على قد ما قدرت يعني موصله اضاءه، بس برضو الاضاءه مش كويسه. فان شاء الله كده ربنا ييسر ونعمل اضاءه حلوه ونظبط الدنيا. طول ما انتم معايا ان شاء الله في ظهري وسند في ظهري، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين. يا رب تفضلوا سند في ظهري طول العمر، ما تحرمش منكم ابدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. اللي وصل بقى معايا في الفيديو لغايه هنا حط لايك يا جماعه، بالله عليكم حط لايك، عايزين نرفع الفيديو بتاعنا لاكبر عدد مشاهدين يشوفوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده خلاص كنت انا كنست الطرقه، وجيت بقى كنست بكنس الصاله برضو. هجر بقى الكنبه كده واجيب من وراها، علشان برضو ايه، الكنبه بيبقى فيه وراها ورقه حاجه كده، مكان ما الولاد ما بيقعدوا وبيلعبوا. فهنكنس بقى تحت الكنب وننضفه برضو، هنروح جايين عاملينه بالشرشوب. هنمسح بقى كده ايه، مسح على الماشي كده، يعني روتين خفيف ان شاء الله. يا رب يكون الروتين بتاعي مشجع محفز ليكم. ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك، بالله عليكم حطوا لايك يا جماعه، حطوا لايك عشان المشاهدات واقعه قوي، والقناه بجد واقعه جدا جدا جدا. فانا بجد يعني مخليني كمان يعني زعلانه ومحبطه جدا. زي ما انتم شايفين بقى كده كنست، وهمسك بقى المكان ما كنست التراب ده كله هلمه في الجاروف. وبعد كده بقى نجيب الجردل بتاعنا والشرشوبه، وتعالوا بقى نمسح مسحه حلوه كده ونفرش. ومش قادره اقول لكم بعد ما بمسح بحس ان الشقه ريحتها متعطره وجميله. جبت ده معطر، اي معطر عندك بقى حطيه، ده معطر بريحه الخوخ تقريبا. مسكت بقى حطيت شويه كده في الميه، وبعد كده همسك امسح مسحه طبعا من تحت الكنبه. الكنبه دي هي تحتيها نضيف وكل حاجه، بس عدت عليها برضو بالشرشوبه كده، جبت مكانها كده بالشرشوبه وقلت اطوق وانضف، عشان بحيث اما بحب اروق بحب افرش يبقى كله نضيف، ما بعملش حاجه من على الوش، لازم اجيب الحاجه من جذورها كده زي ما انتم شايفين اهو. بس خلاص عملت تحت الكنبه ونضفتها وجريت الكنبه تاني مكانها. بس كده حلو قوي زي الفل كده. همسك بقى الحته برضه اروح فرشاها وارص المساند بتاعتها بالمره. بس خلاص كده حلو قوي كده. يلا بقى اللي وصل معايا في الفيديو لغايه هنا دعوه حلوه من قلبكم كده، ربنا يعيني ويقويني ويعين كل واحد على الشيله اللي هو شايلها. زي ما قلت لكم بالنسبه لاخواتي ومتابعين الجداد معايا على القناه، دي شقه حماتي. انا لما بكون في شقتي وبصور لكم في شقتي، انا كده ده يومي بيبدا ازاي عند حماتي. اول ما بدخل هو ده كل يوم اللي احنا بنعمله، بس طبعا مش كل يوم بمسح. اما بلاقي نفسي قادره بمسح خلاص، عشان نبقى متفقين على كده. وما بلاقي الشقه ان هي مش نظيفه قوي، بتلاقوني قمت شلت كله كده كله ورحت ماسكه مسحه ومنضفه. فطبعا قلت اما طوقه تطويقه من على الماشي كده، طبعا دي شنطه حنين والكتب بقى، وربنا يسهل ونخلص امتحانات على خير، وربنا يوفقهم وينجحهم جميعا، ويوفق اولادكم وينجحهم وتشوفوهم في اعلى المراكز، اللهم امين. كده خلاص بقى مسحت من تحت الترابيزات، بجيب كله يا جماعه، لازم امسح من تحت الترابيزات وانضف كده كله من تحت الكنب، بحس ان انا الدنيا جميله بجد، والريحه حلوه والنظافه حلوه طبعا. فخلاص كده خلصت الصاله كلها هي نطفت.
تعالوا بقى هندخل على الأوضة بتاعة البلكونة. خلاص، أوضة البلكونة برضو كنب، فاللي مضايقني هنا عند حماتي الكنب كله كنب كنب وحاجة تقيلة كده في الترويق. ربنا ييسر ويسهل إن شاء الله، وإن شاء الله نعمل حاجة حلوة بإذن الله مع بعض، واللي جاي أحلى بإذن الله. يعني الواحد الحمد لله يعني متفائل خير، ولازم نتفائل خير في الغلا اللي احنا فيه والوقت ده. ما فيش حد يقول الدنيا صعبة أو الدنيا خلاص، لا والله، لو اتفائلنا خير إن شاء الله ربنا هيبقى معانا وهيكرمنا بإذن الله. كده خلصت بقى زي ما انتم شايفين، جبت الصالة، جبت الطرقة طبعا، رحت مسحتها بعد ما كنست. كده خلاص بقى بجيب الطرقة رخرة. مش قادرة اقول لكم ريحة المعطر بقى والجو والجمال والنظافة دي انا بحبها قوي قوي قوي، يعني في الصيف ده بالذات. شغلي المراوح بقى كده، وبعد ما بتفرشي بتقعدي كده وحاجة كده ملك يعني. بس كده خلاص قوي. يلا بقى تعالوا ندخل على الأوضة التانية، الأوضة اللي هي على الشارع، اللي هي أوضة البلكونة. بما ان بقى زي ما قلت لكم في بداية الفيديو عندنا اكل، يعني عندي رز وعندي كوسة في التلاجة، فهنسخنهم ونقضي بيهم النهاردة، وطبق سلطة، ونحمد ربنا على كده الحمد لله. فقلت بقى ايه، تعالي بقى ايه يا بنتي يا نادية، قومي روقي كده ونضفي بالمره بقى، بما اننا احنا مش هنقف في المطبخ ويبقى اليوم يخلص في المطبخ، لا تعالوا نروق ونعمل حاجتنا وننضفها، بحيث لما اجي بكره برضو عند حمايتي هتبقى الشقه طبعا نظيفه، هتلاقوني عدلت كده من على الوش وخلاص. زي ما قلت لكم بصوا الكنب ده وجع قلب، شيلي وحطي مساند، وجع قلبي بجد، ربنا يقولها ويبقى ان شاء الله كنب كده منه فيه كده وانترات حلوه ان شاء الله. خلاص كده بقى شلت الحاجه كده، برضو بشيل الحتت دي بنفضها الاول بره كده، يا اما على السلم بره يا اما على البلكونه، في البلكونه كده بنفضها. وطبعا فرشه الكنبه اللي تحت دي مظبوطه وحلوه. كل الفرش ده احنا كنا غاسلينه في العيد ونضيف وزي الفل، كنا عاملينه انا وسلفتي مع بعض، لان انتوا عارفين ان احنا بنفطر، بنبقى عيله كبيره في رمضان وبنفطر مع بعض، فقبل ما كل واحد ما بيروح على شقته لازم شقه العيله دي تتنفض تنفيضه حلوه وتنضف، كل حاجه فيها بتتغسل، يعني معنى اصح كده كل حاجه فيها بتعيد. فخلاص كده انا ايه، خلاص نضفت الكنب وظبطته زي ما شفتوه معايا كده. بس كده اجيب بقى الجردل والشرشوبه، ومسكت بقى نضفت برضو من تحت الكنب، غيرت الميه طبعا، حطيت ميه نظيفه وحطيت فيها معطر برضو تاني، ومسكت بقى تحت الكنب مسحته بالشرشوبه، وطبعا كله نظيف يا جماعه، لان هنا مفيش هرسه قوي، وبعدين احنا بنيجي بس يا دوبك باجي بعد العصر ان كنت بروق بعمل اكل، وبنتلم وبنتغدى كلنا مع بعض، وكل واحد بيروح ينام على مكانه. خلاص كده خلاص خلصت بقى الاوضه كلها بقت زي الفل، اللهم بارك كده، حاجه حلوه خالص. تعالوا بقى نشيل بقى كل الحاجه دي كده ونفرش السجاجيد. خلصت كده والارض نشفت، طبعا انا مشغله المراوح عشان الارض تنشف. فرشت بقى السجاده هي، طبعا دي ليها حافظه برضو، انا شايلاها كده وغسلاها ونظيفه زي الفل، فبما ان الجو حر خلي السجاده بتاعتها كده من غير حافظه. بس كده خلاص قوي. حطي بقى الترابيزه، بس خلاص فرشت كده اوضه البلكونه، والبلكونه طبعا انا كنت مسحاها ومنضفاها وزي الفل. خلاص كده الحاجه كده نطفت جدا. بس حطوا لايك، ما تنسوش اللايك. كده خلاص. تعالوا بقى نفرش الصاله برضو بالمره. الصاله برضو الارض نشفت، لان زي ما قلت لكم بشغل مراوح بعد ما بمسح على طول، علشان الارض تنشف معايا بسرعه وافرش بقى على طول. كده خلاص فرشت برضو السجاده بتاعه الصاله، ليها حافظه بحطها على السجاده، بتحافظ شويه من الهرس بتاع العيال وهرس اي حد. طبعا الحافظه بتتشال وبتتحط في الغساله، فبتوفر عليكي غسيل السجاده. بس كده خلاص. وادي الطرقه طبعا فرشتها برضو بالمره. وتعالوا بقى ندخل على المطبخ، عندي مواعين في المطبخ، تعالوا نشطبها مع بعض. كده خلاص روتين الشقه بتاعنا نضف وزي الفل، والاوضتين اللي جوه دول نضاف مفروشين برضو في ترويقه العيد ومسحينهم، مفيش حد بينام فيهم، نضاف جدا. تعالوا بقى ايه نشطب الحوض بتاعنا، عندنا مواعين كتير هنمسكها بقى نروقها كده، ونمسح البوتاجاز ونروق حاجتنا. طبعا زي ما معوداكم ببدا بالكوبايات الازاز الاول، وان كان مثلا استانلس ميلامين معالق الحاجات الرفيعه دي كلها بخلصها، وبعد كده بخلي الالمونيا دي خالص في الاخر. خلاص حطي لايك يا اللي ما حطيتيش لايك، انا شايفاكي حطي لي لايك، حطوا لايك يا جماعه بالله عليكم، عايزين الفيديو بتاعنا ده يترفع رفعه حلوه كده، تقديرا لتعبي، وعشان كمان بجد يعني افتحوا نفسي، مش هقول لكم زياده عن كده. حبايب قلبي ربنا يوفق اولادكم وينجحهم ويصلح حالهم يا رب، ويسهل لهم الصعب في الامتحانات، ويفرح كل ام بولادها ويفرحني بولادي، اللهم امين.
كده خلاص نضفت المطبخ وظبطته وكل حاجه معانا فل قوي. كنت طبعا كل ما بغسل حاجه بروح رصها في مكانها. الكوبايات بغسلها واحطها كده تصفي ميتها وبعد كده ارفعها في مكانها فوق خلاص. وطبعا الاطباق برضو احطها في الصفايه تصفي، وان كان مثلا حلل الموني او حاجه بحطها تصفي وبعد كده بروح رصها في المطبخ. بعد ما خلصت المطبخ وشطبته بقى زي الفل. ده كان روتيننا النهارده، يا رب يكون روتين محفز وبيديكوا طاقه ايجابيه. بحبكم في الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.